السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي. اليوم إن شاء الله راح ندير لكم خبز الدار ولكن بالشعير. الطريقة هذه جديدة، نتمنى تتبعوني. بسم الله وعلى بركة الله. شوفوا شدينا بوندي، شدو غيسيبيون ولا واش انا درت في الاخر تاع البيتخا، ليان تاع البيتخا درت فيه زوج كيسان تاع الحليب. شوفوا ديروا زوج كيسان تاع الحليب يكونوا دافيين دافيين، زياده شويه كيما نقولوا رايحين للسخانه باش تذوب هذيك الخميره تمتم وتنفعل. باسكو رانا في البرد ماناش في السخانه. في السخانه ديروا غير مغرفه ونص، في الشتاء نديروا زوج مغارف ونديروا الحليب شويه دافي زياده شويه. المهم درنا هذوك زوج مغارف تاع الخميره لداخل هذاك الحليب، ودرنا شوفوا دبس التمر. هذا دبس التمر درتو في بلاصه السكر باش ما نديروش السكر، علاش قلت لكم صحي تقريبا 100%. درت هذاك الدبس تاع التمر لداخل المغرفه تاع قهوه كبيره، ودرت مع موراها 3 مغارف تاع زيت الزيتون. شوفوا مليح مليح، درت زيت زيتون 3 مغارف وخلطوا باش يندمجوا كامل الاخر. فوالا خلطوهم مليح مليح. فوالا باش الخميره هذيك باش تذوب، انا على جال الخميره باش تذوب. نزيدوا لها فوقها حبه تاع بيض كامله، ونزيدوا من بعداتيك حبه الثانيه نديروا غير البياض ديالها والاصفر نخلوه باش ندهنوا بها القرصه تاع خبز الدار تاعنا تاع الشعير. نزيدوا شويه سانوج، وريت لكم في المغرفه باش تعرفوا برك لا كونتيتي اللي كاينه اللي نديروها، باسكو نديروا من الفوق ندهنوه. ونزيدوا هذه المغرفه الاولى تاع الملح، نزيدوا الثانيه مغرفه تاع القهوه. ديروا اللي عندها لا طونسيون، اللي عندهم لا طونسيون ما يديروش الملح، يخليوه هكاك. واللي يحبون الملح ناقص يديروا غير مغرفه واحده. انا درت زوج مغرفات تاع القهوه ملح. ناكلوا الخبز يعني عادي نورمال، الملح عادي. خلطته مليح مليح، وزدنا دوكاتيك 3 كيسان تاع الدقيق تاع الشعير حبيباتي. فوالا شوفوا درت 3 كيسان تاع الشعير، خلطوا مليح مليح. اني مع المبتدئات ان شاء الله يا ربي يكونوا تبعوني، لان هذه القرصه يعني جديده، يعني انا درتها لكم. نتمنى ان شاء الله برك تعجبكم يا ربي العزيز، لان ما شاء الله وفيها فوائد. صحاب الريجيم، صحاب اللي عندهم لا طونسيون ياكلوا الشعير، نتمنى ان شاء الله يديروا هذه الوصفه باذن الله تخرجوا منها ما شاء الله. بون غطينا هذاك العجين، خلطناه وغطيناه، خليناه بوندون 20 مينوت ولا 15 مينوت، غير تشوف فيه بدا يطلع. نتوما روحوا وجدوا هذيك السنيوه، دهنوها بالزيت الله الله بشويه زويته، وغبروها بهذاك السميد تاع الشعير. شوفوا كيفاش غبرتها. ومن بعد فرغوا خبطوا، عاودوا ولوا ديك لافاكس، عاودوا خبطوا مليح مليح بالفرشيطه ولا بالفرشيطه، خبطوه مليح مليح باش تنحوا له هذاك الهواء لداخل ويتشم. باسكو دقيق تاع الشعير شويه باش يتشمخ وباش صعيب شويه يلصق في اليدين، يعني عنده شويه صعوبه في الخدمه. ولكن هذه الطريقه صدقوني لا صعوبه لا والو. فرغوه الله الله، فرغوه في السنيوه. شوفوا حبطته كامل انايا، صدقوني جا ما شاء الله. يعني احنا مع يعني مملي ما عند اللي ما يديروش الريجيم يقدروا ياكلوه. الله يبارك، قلت لكم تقريب 100% صحي، يعني 100%. الله أعلم 100% ما درتش حاجة اللي ماشي داخلة في الريجيم. المهم سقمتو، شوفوا سويتو كامل وخبطوا شوية سنيوة هكايا باش يعاود يشد كاع بلاصتو ما يجيش معوج. شدوا يديكم شوية تاع الزيت ودهنوا كامل القرصة الله الله، دهنوها بيديكم من الفوق باش تجي شغل رطبة، فهمتوني؟ باش تجي شغل رطبة مسقمة. دوكا كي ديروا هذيك شوية تاع الزيت، خبطوا شوية هذيك السنيوات. شوفوا غير تخبطوا شوية تعاود تولي لبلاصتها. شوفوا يعاود يولي شغل، يولي مدهون وشباب. نشدوا هذيك الجوندف الاصفر تاع البيض، ديروا له شويه تاع القهوه كحله طايبه ماشي غبره. خلطوه هكذا، خبطوه شويه ودهنوا بها ديك السنيوه. شوفوا انا ما حبيتش ندير بالبانسو، لان البانسو يلصق في الدقيق تاع الشعير، يلصق بزاف. يعني الطريقه هذه اسهل ما كاش اسهل منها. درته لكم بالعاني باش تبعوه، لان انا يا بكري يا ربي يرحمها ميمتي كانت تاكل غير دقيق تاع الشعير، كانت عندها لا طونسيون سكر، تاكل غير دقيق تاع الشعير. الوغ تفكرت قلت والله غير نديرها معاكم ونصورها وان شاء الله تستفادوا منها. ونتمنى يا ربي برك تكونوا في المستوى كما راني ندير لكم انا وتخرج لكم كيما انايا. رشوها كامل بالسانوج والجلجلان، حبيتوا ديروا حبه حلاوه، حبيتوا ديروا زرعه البسباس كيما تحبوا ديروها هكذا. ونعطيكم واحد لاستيس غير صغيره، دوك نعود كل مره نديكم حاجه نعطيكم انستيس ديروها. بون هكذا باكيطه حطبه ولا مسطره تكون صحيحه شويه، ديروها هكايا من الفوق
وحطوا هذاك الطرشون. قولوا لي علاه، نقول لكم علاه، باش هذاك الطرشون ما يلصق لكمش لداخل لافاكس، ما يلصقش في هذيك البيض هذاك اللي درتوه، سواء خبز الدار سواء هذا اي حاجه، باش ما تلصق لكمش. ديروا ديك الحطبه في الاخر وخلوه حتى يطلع مده ربع ساعه، ولا ما تخلوش يطلع بزاف، غير شويه، ودخلوه للكوشه، ديروه على نصف ساعه وحمروه من الفوق وشهي.